طيب، سؤال يقول يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يناقض قضية الصبر على جور الولاة؟ هكذا يعني هل يناقض الصبر على جور الولاة؟ تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك مثلا وأخذ مالك ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قال فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا تعارض أبدا، يعني هذا موضوع وذاك موضوع. يعني موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم والأب والأم والابن والأخ والغريب والقريب والبعيد. أمر بالمعروف عن المنكر موضوع ثاني. إنكار المنكر الأمر بالمعروف، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يجوز الخلط. الأصل عندما نتكلم نقول لا يجوز الخروج على الحاكم أو تجب له السمع والطاعة، لا يعني هذا أن لا ننكر عليه، لكن الكلام لا نخرج عليه، لا نهيج الناس عليه، لا نتكلم عليه في ظهره. أما الإنكار، الحديث ذكره الآن مثلا كلمة حق عند سلطان جائر، يعني تذهب إليه وتنكر عليه عنده، مع أن هذا الحديث فيه كلام لكنه صحيح إن شاء الله تعالى، لكن عند سلطان جائر تذهب إليه وتنكر عليه، وسواء كان جائرا أو غير جائر. وطوال حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينكر بعضهم على بعض ويتناقشون ويتناظرون. لما قصد أبو بكر لقتال المرتدين قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نقاش. لما عرض عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن قال كيف أصنع شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو خير. فما زال حتى اقتنع أبو بكر، ثم استدعي زيد بن ثابت فقال له نريد أن نجعلك على هذا الأمر. قال كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو خير، حتى اقتنع. إنكار ما في باس. عبد الله بن مسعود لما صلى عثمان في السفر تماما يعني 4 ركعات أنكر عليه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين في أول يعني خلافته، ثم صلى 4. والله لو وددت بركعتين متقبلتين خير لي من 4. وعلي بن أبي طالب أنكر على عثمان لما عثمان أمر الناس أن يفردوا الحج، فقال علي لبيك اللهم حجا وعمرة. فالإنكار بين الصحابة بل وبين غير الصحابة هذا أمر مطلوب، أن ينكر عليه رأيه أو كلمته. هذا غير تماما قضية الخروج على الحاكم. السمع والطاعة للحاكم، حتى الإنكار على الحاكم ما في بأس أبدا، ولا أحد ينكره الإنكار على الحاكم، ولكن نتكلم عن الخروج على الحاكم، التشهير بالحاكم، هذا الذي ينكر. أما قضية أن ينكر عليه الخطأ، حاكم بشر، حال بشر، يقع منه أخطاء ويقع منه إصابة، ولكن أيضا فيه تفصيل في قضية طريقة الإنكار عليه، تبيين الحق له، وغير التشهير وغير الخروج. فإنكار المنكر ما في بأس، خاصة إذا سمح الحاكم. مثلا يعني مثال عندنا في الكويت هنا مثلا مجلس الأمة كمثال، الحاكم سمح لهم مثلا أن الوزير الفلاني قال كذا، إن كذا وهذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، ماشي الأمور ما في بس. أذن لهم الحاكم بأن يتكلموا في هذا المكان ويصححوا الأخطاء، مثلا من يتقي الله فيهم وينصح ويذكر بالله أو يصحح الأخطاء أو ما شابه، ما في. طيب، وقد تم تصحيح كثير من الأشياء في هذا الباب، ما في بس إن شاء الله إذا أذن بهذا. لكن نحن نفرق بين الخروج على الحاكم وبين إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني حديث من أراد أن ينصح ابن سلطان فلينصحه يعني بينه بالسر. أي نعم. رواية أسامة بن زيد لما قالوا له ليش ما تنكر على عثمان، تؤكد هذا صحيح الروايات. أي نعم في البخاري. نعم، أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل لماذا لا تكلم عثمان قال أظننت أني لا أكلمه، ألا أكلمه حتى أخبركم فإني أكلمه. والكلام مع السلطان يكون بالسر وليس بالإعلان والتشهير به، لأن في النهاية ايش تبي؟
تصحيح شيء، تعديل شيء. لما تنكر عليه بالعلن وسوى وقال وحط وشال ما راح يستجيب لك، لكن لما تروح لبينك وبينه وتكلمه وتنصح وتذكره بالله سبحانه وتعالى يستجيب، وقد لا يستجيب، لكن أيهما أقوى. حتى أنت فرق لما واحد يجيك يشهر فيك قدام الناس بعدين يقول يا أخي اتق الله، فضحتني، تقول لي اتق الله، كان جيتني بيني وبينك وقلت لي كذا كذا إن شاء الله إني بستجيب. لكن عقب هذا بالعكس ممكن الإنسان يعاند ويكابر في مثل هذا الموضوع، والله المستعان.